على أولادك؟ أليسوا هؤلاء أولادك؟ لماذا تأكلين بأولادك يا عائشة؟ لماذا؟ نحن يا أستاذ نقول يا علي أين دم عثمان؟ نحن نقول يا علي أين شرع الله؟ أين دم عثمان؟ تفضل. دم عثمان في رقبة عثمان. بس اوقف. طبعا بعد مقتل عثمان. لحظة، هدوء. انت مو سألتني، انا ما اعرف. لم يقم القصاص انا جاوبك. اسمع اخواني، يقول اين دم عثمان؟ دم عثمان في رقبة عثمان، وعلي لم يقم القصاص. هاي ردا الهجمة المرتدة. وعلي لم يقم القصاص. ليش؟ لأن أخيه هدوء تسمع الضربات اللامية. لأن أخيه وصديقه ورحماء بينهم قال له يا علي، قال لبيك يا أمير المؤمنين، يا عثمان، يا أيها الأمير، يا ذو النورين. قال له لا تحملوا السلاح، لا تدافعوا عني، ذروني لا تدافعوا عني. فنحن كأناس نتبع أمير المؤمنين عثمان ابن عفان التزمنا. فعلي أطاع عثمان. هاي هجمة مرتدة على مبناهم اخوان. علي أطاع عثمان ولم يحمل السلاح. ففين دم عثمان؟ في رقبة عثمان. يعني اخواني، أنا جايين علي الآن، جاءوا يهجمون علي، وموجود أبو تراب وموجود أبو كريم وموجود الأخوة المتابعين. إن شاء الله تدافعون عني. بالله خلينا نشوف الأخوة، إذا أنا خيتكم أخواني تدافعون عني. المشاهد الكريم تدافعون عني. قد تدفع حجي؟ نعم. نطيح قدامك. بينما هم يا أستاذ بس لحظة. بينما هم إذا أقول لهم اسمعوا كلامي ولا تدافعون عني، وجاء الناس يقول له شو، والله احنا سمعنا رأيك ولم نطيع، لأن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا عثمان، لأن ولي الأمر عثمان. فطاعة لله أجرينا دم عثمان، فقربة إلى الله أجرينا دم عثمان بناء على أمر عثمان. شلون فرق؟ تفضل. ما عندك جواب يا أستاذ وعد عربي، تصل لك ساعة تحكي. لا بس خليني نقول لك هذا يا رقبة عثمان. تفضل أبو تراب. هذا كتاب التعليق على صحيح البخاري. ارفع صوتك. محمد بن صالح العثيمين في المجلد السابع. يقول في رقم الصفحة 553 يشرح حديث البخاري الذي برقم 3772. يقول ثالثا: وقوله لتتبعوه أو إياها، الضمير الهاء عائد في لتتبعوها يعود على الله عز وجل، يعني تتبعوا الله أو تتبعوا عائشة، مع أنه يحتمل أن يكون المراد تتبعوا عليا أو إياها. والمعلوم أن طاعة علي عليه السلام أولى من طاعتها، لأن عليا هو كان الخليفة وهي كانت تحارب عليا عفى الله عنها. الله أكبر. تفضل الآن يا شيخ معاوية. كيف الله أكبر. ليش تحاربين؟ لحظة خلنا خاطب عائشة. يا عائشة، لماذا تحاربين أمير المؤمنين؟ شفت إخوان ابن عثيمين قال لا يحق للمسلم ولا لأي إنسان أن يحارب أخيه، لا يحق لا لطلحة ولا للزبير. كذلك يا إخواني علي عليه السلام، سجلوا هاي الأجمل المرتدة الثاني. علي عليه السلام ماذا فعل؟ هؤلاء الذين هاجموا عثمان هم من المؤمنين من مصر، وكان قائدهم عبد الرحمن بن عديس البلوي. فنحن الصحابة يا أستاذ عمار، نحن الصحابة نظرنا إلى بيت عثمان وإذا به أهل مصر. احنا نحب مصر، شو نسوي؟ نحب مصر. وإذا بهم أهل مصر وعلى رأسهم فضيلة الصحابي عبد الرحمن بن عديس البلوي، فما نستطيع أن نقاتلهم، لأن أخوة هم أخوة. النبي قال لا تقاتلوا الأخوة، فهؤلاء الأخوة
حاصروا عثمان وبقروا بطن عثمان وانتهت القضية. العملية بسيطة جدا اخوان، فما نستطيع اخوان. انا حج اللي احزنني الصحابي الجليل عمرو بن حنبل الخزاعي رضوان الله عليه يقول طعنته 9 طعنات، لا 6 لوجه 3 لوجه الله و9 لما في قلبي عليه. خرب بيتي. تفضل يا شيخ معاوية. الله اكبر الله اكبر. يعني بيعرف علي من قتل عثمان، شلون عم تقولوا بده لجنه وبده تحقيق؟ بيعرف هذا الخزاعي عمرو بن الحزاقي هذا عم تقول عليه صحابي من العدول شلون يقتل؟ عدول رضي الله عنه. الله قال لهم اعملوا ما شئتم، فهو اتبع ما قاله الله تعالى لهم في هذا من الصحابه، اعملوا ما شئتم. يا ابو كريم دينكم ضعيف. لا انتم مو تقولون النبي قال لهم الصحابه اعملوا ما شئتم، هو هم عجبه يطعن عثمان 9 طعنات بكيفه. هذا ليس من الصحابي يا رجل، ليس له علاقه بالصحابه. لا صحابي ليس صحابي يا رجل. يقول عليه هو من قتل عثمان. كيف علي عم يقول ما بنعرف مين قتل عثمان؟ لماذا لم يسلموا لمعاويه؟ تفضل. يسلم من؟ قاضي معاويه. شنو معاويه؟ شنو الصعلوك هذا؟ يسلم من معاويه؟ شنو معاويه؟ شنو وكيل الدم يا رجل؟ سيدك شنو سيدك؟ معاويه اصلا هو كان سكران ما يدري السالفه ولا بالقتال ما يدري. لا شيخ اخرج لنا قتلة عثمان.